بسم الله الرحمن الرحيم. تحليل سريع لمباراة الأهلي وبتروجيت. هدف بتروجيت من خطأ فادح لكابتن الفريق وحارس مرمى الفريق كابتن محمد الشناوي. تمركزات دفاعية خاطئة، لعيبة مفيش حمية عندها، مفيش روح. محمد مجدي قفشة لماذا يلعب الكرة في النادي الأهلي حتى الآن؟ مش هنعيش على القضية يا محمد يا مجدي قفشة، بالله عليك يعني. شوف فرقة تانية بقى غير النادي الأهلي، كفاية عليك كده. خليك تطلع من النادي بطريقة كويسة عشان نفضل فاكرين لك القضية. احنا كده كده هنفضل فاكرينها ومش هننساها عمرنا. بطولة غالية علينا كلنا من كل عشاق ومحبين النادي الأهلي، بس يعني انت في الفترة الأخيرة ما بتقدمش كورة. كابتن يستروب، آه، ليه ما بدأتش بجراديشار وليه بدأت بطاهر محمد طاهر؟ انت عندك راس حربة مقعدة على الدكة بتلعب بلاعب في مركز راس الحربة وهو مش مركزه. ده خطأ كبير. محتاجين نشد شوية على اللعيبة. كابتن وليد صلاح الدين مدير الكورة، انت محتاج تركز مع اللعيبة كويس. محتاج شوية جزاءات كده وخصومات من اللعيبة. الحكم، طاقم الحكام عموما في مصر، وانتوا ضميركم مرتاح باللي انتوا بتعملوه؟ كابتن وليد بعد صفرة المباراة كابتن وليد نازل يتكلم معاك. قبل ما ينزل انت بتمد ايدك في جيبك بتطلع له الانذار، هو لسه ما اتكلمش، لسه ما عملش حاجة، انت صفرت فطبيعي نازل يتكلم معاك. يعني هو راجل مدير كورة، امال هيعمل ايه يعني؟ هيحييك يعني ولا هيعمل ايه؟ عبد القادر برضو مش عارف الكرة قبلها انت ما حسبتلوش فاول فبيحييك بيقول لك شكرا برافو عليك يا كابتن. اديت له انذار. فانت بسم الله ما شاء الله. ما بتحبوش تعملوا نفسكم تظهروا نفسكم وتاخدوا اللقطة غير في ماتشات الاهلي. فرق تانية وماتشات تانية بتبقوا مفيش. نتمنى الاداء يتحسن. النهارده الاهلي خسر 1-1. احنا ما بنكسبش نقطة، احنا ما بنلعبش على تعادل. النادي الاهلي بيلعب على المكسب، بيلعب على المكسب، بنلعب على المكسب فقط.